مساء الانوار حبايبي الغاليين، بالصحه فطوركم. انا غدا نتعشى على برا وغنديكم معايا. تشهيت الشوا الصراحه. عند البلاصه فين غنديكم عندهم الشوا كيحمق بنين بنين بنين، ما تشبعوش منه. بالنسبه للناس اللي كتجي لفاس وما كتعرفش فين غتاكل الشوا، انا غنبقى نشارك معكم فيديوهات بحال هكا، ماشي اشهار، ولكن انا غناكل وغنخلص فلوسي وغناكل قدامكم وغتشوفوا الشوا. وانتم غتحكموا ديك الساعه. جبتكم معايا هنايا لهذا الريستورون اللي كاينه في عين الشقف. الناس ديال فاس ولا الخارج فاس بغاو يعرفوها فين، سميتها دار الشوا. كتواجد في عين الشقف، في الشارع اللي فيه لي ريستورون وفيه داكشي د الماكله، راه باين كلشي كيعرفو. وهنايا جلسنا. اول حاجه كيجيبوا لك الخبز، انا كنحيد العادي وكندوموندي هذا ديال التفرنوت. غزال صراحه بنين، كيجيبوا لك باقي ساخن من الفران اللي عندك، والبريري ديال الاتاي. بطبيعه الحال الشواء ضروري من البريري ديال الاتاي، والغياتيه ما صورتهاش لكم، الحار ضروري حتى هو. هاد الخبيزات كيجيبوهم لكم سخانين، عرفتو كيشهيو من الفران اللي عندكم. هذا كيبقى على حساب لو شوا، نتوما الا بغيتوه طومونديو. الناس اللي متبعيني عارفيني دايره نظام كيتو حميده الخبز والسكر. ولكن صراحه ما كنقدرش نقاوم هذا الخبز، كناكل كليت 2 دقائق صافي. والغياتيه كناكلها غير بالفورشيط حيت عزيز عليا الحار. نتوما عرفتو فيه السماد النافع، عاجبين فيه النافع. بلا تنقلب نوريكم بنين. وهو الطبق الرئيسي واجد ديال الشوا. الرجيلات ديال الدجاج ضروري مشويين كيحمقوني، والكوتليت، وهذا لاداند. خديناه بجوج ديال الطرق، دايرينو معمر بالفرomage، ها نتوما كيف كتشوفوا. كفتة لاداند كيعمروها بالفرomage وكيشويوها، كتجي خطيره نتوما. وكيديروها رولي عاوتاني نفسها، كيديروها رولي بلاداند فيمي، والفرomage عاوتاني كتجي مزيونه. والطيحان معمر ضروري تاخذوه مشوي، الا كان معمر على حقه وطريقه راه كيجي خطير. وانا من عشاق الملفوف والكبده مشويه، ضروري في الشوا خصهم يكونوا. صراحه الملفوف لقيناه ساله، هذا كيديروا طريف الكبده وطريف الشحمه، حتى هي كتجي بهذه الطريقه، كتجي بنينه. الكلوه حتى هي صراحه كنحماق عليها بشويه، ولكن لقيناها سالات. المهم انا غندوق كلشي قدامكم باش تشوفوا وغتردوا البال الشوا كيفاش بنين وكيفاش طري. من العضه راه غتلاحظوا بان الشوا طري، الكوتليت طري، كلشي الصراحه عندهم مزيون. باش تاكل الشوا على حقه وطريقه، هادشي كيرجع للجوده ديال اللحم، ضروري يكون طري وكيكون الشوا باقي بالماء ديالو، يعني ما كيبقاش في الشوايه حتى كينشف وكيقصح. تبارك الله اللي مقابل الشوا عندهم محترف كيعرف يشوي اللحم. غنشارك معكم واحد السر كنديرو فاش كنكون نشوي اللحم في الدار. كندير كويس ديال الماء فيه شويه الملح شويه الابزار، ومره كنرش اللحم اللي كنشوي، كنهز شويه وكنرش عليها من داك الماء، كيجي خطير الشوا ما كينشفش ليكم. جربوها وردوا عليا الخبر. كيسطيني الدجاج مشوي على الفاخر، عرفتو كيجي بنين وتبارك الله. شوفوا كيفاش باقي بالماء ديالو، ما تشبعوش منه. كنمشي عند واحد في السونتر فيل، عرفتو كيدير الدجاج مشوي خطير حتى هو، شي مره غنشاركو معكم. وحتى الاسمنه عنده مناسبه، ما شاء الله. فاس هادشي ديال الماكله عندهم داكشي زوين، وكاين له شوا بزاف والأثمنة الصراحه مناسب مقارنه مع شي مدن اخرين مشيت ليهم، يعني كنت تاكل الأثمنة طالعين بزاف.
كان فيمي والفرماج والفتة الألم. شو عندهم مزيان؟ وريت لكم الطاب شو عندهم. كوبلة تا هو. وختامها واحد الكويس ديال اتاي بالنعناع. هذا هو الفيديو ديال اليوم. الى عجبكم وبغيتو نبقى نشارك معكم بحال هاد الفيديوهات خليوها لي في كومونتير. انا من النوع اللي كنبغي ناكل في البلايص اللي كيكونوا عامرين بالناس، كنعرف بان كاين الجوده وكاين البنه. يلا الى اللقاء.